المهم يرجع مرجعنا لإياح حتب، اللي هي إيوح. إياح حتب دي كانت الملكة المصرية المحاربة في الأسرة ال 17. طبعا كتير جدا من الناس ما تعرفش ان الستات في مصر القديمة كانوا على قدم المساواة مع الرجل، يعني راس براس تقريبا. فالست في الدولة القديمة كانت طبيبة، دكتورة، كانت كاهنة، وكاهنة أكبر. يعني الطقس الديني ما ينفعش إلا بوجودها وحضورها. كانت قاضي ووزيرة عدل، كانت ملكة طبعا، وكانت محاربة زي أمنا إياح حتب، اللي المصريين احتفظوا أو حفظوا اسمها بأنه إيوحة. الوعي الجمعي اللي قلت عنه من شوية ده، أو اللي اتكلمت عنه من شوية دوت، هو اللي احتفظ باسم إياح حتب في الأغنية البسيطة دي، قبل ما مرت باشا يكتشف تابوت إياح حتب سنة 1859 في نواحي الجرنة، على الضفة الغربية للنيل في الأقصر، يعني تلال طيبة القديمة. يا حطب هي الملكة إعاح حطب، بنت الملكة تيتي شيري، بنت الملك تاعا الأول، وكلهم كانوا طبعا في الأسرة 17. وهي كمان زوجة الملك تاعا الثاني سقن إن رع، أو سقن إن رع، وأم الملك كاموس، وأم الملك إحمس الأول، محرر مصر من الهكسوس وطارد الهكسوس طبعا، ومؤسس الأسرة ال 18.